قبل ما نبدأ صلوا بينا على النبي. بيبدأ مسلسلنا بشي بنعرف ان النهارده يوم زفافها على شخص اسمه فو، وبنعرف انها اتجوزته غصبان علشان تنقذ عيلتها، بس هي بتقرر تهرب وبتكون متفقة مع عن حبيبها علشان يجي ياخدها، وبتتصل بيه ولما مش بيرد بتبعت له رسالة صوتية وبرضه مش بيرد، وبتحاول تخرج من المكان هنا قبل ما حد يكتشف غيابها، وبتتفاجئ بيان بيخونها مع اختها، وبنعرف ان فو هو اقوى شخص في عيلته بس عمل حادثة من فترة وهو حاليا في غيبوبة، وعيلته عايزين يجوزوه واحدة علشان تهتم بيه، فعيلة شي اجبروها تتجوزه علشان عيلته تساعدهم في حل الأزمة المالية بتاعت شركتهم، لان لو ما اتدخلتش ممكن يعلنوا افلاسهم، وبتقف مكانها شويه وبتبص على اختها ويان. بعدها بتقرر ترجع وتكمل حفل الزفاف وتتجوز فو، وفعلا ده اللي بيحصل وبيتم الزفاف. هو تاني يوم بتروح بيت فو علشان تعيش معاه والخادمه بتاخدها على غرفته، ويان بيجي وبنعرف انه يبقى ابن اخو فو، وبيعتذر لها انه ما جالهاش علشان ياخدها وانه كان مشغول في حاجات مهمه، وبنعرف انه ما شافهاش لما شافته مع اختها، وهي بتعرفه انها دلوقتي مرات عمه وانه لازم يتعامل معاها بشكل رسمي، وكمان يظهر احترامه ليها ويناديها بعمتها لانها ما بقتش دلوقتي صديقته خلاص. وهو بيقول لها انه ما قصدش يزعلها بس لو كان هرب وكان هيعيشوا ايام صعبه وهو حب يحميها، وكمان دلوقتي علاقتهم هتستمر لانه عمه يعتبر ميت، وان هي كانها ما اتجوزتش اصلا، ولما عمه يموت هيجيب لها افضل محامي علشان يساعدها في السيطره على كل ثروته، لانه عارف ان عيلته هيتعاملوا معاها بطريقه صعبه، وان بعد ده ما يحصل هيقدروا ياخدوا كل حاجه ويسافروا يعيشوا حياتهم بره مع بعض. وهي بتتعصب عليه وبترفض كلامه، فبيستغرب تصرفها وبيسألها عن سبب التغيير اللي حصل لها، وبيكون بيتكلم معاها وبيتفاجئ ان عمه فتح عينه وبيتوتر وبيخاف، والخادمه بتيجي وبتضمن شيء لانها بتكون خايفه، وبتعرفها ان الدكاتره قالوا ان نسبه انه يخف ضعيفه، ويان بيكون هرب وسابها طبعا، وهي بتفضل في الغرفه مع فو بس بتكون خايفه، وبتلمس وشه وبتشوف انه وسيم وبتسال نفسها يا ترى بيفكر في ايه، وبتبدا تتكلم معاه وبتعرفه انها بتتمنى انه يخاف لان ثروته لو وقعت في ايد حيوان زي يان هيدمرها لانه اناني، وبتسرح شويه وبعدها بتسال نفسها لو فو مات يا ترى عيلته هيعملوا فيها ايه، وكمان عيلتها هي لان عيلتها بيفكروا في الفلوس اكتر من اي حاجه. وتاني يوم جدة فو بتيجي وبتقدم لها هديه الجواز، وبتعرفها ان امنيتها انها تخلف طفل علشان لو فو مات هو يورثه، وطبعا كلامها ده مش بيعجب باقي عيلته، واخو فو بيتضايق وبيطلب من مامته ما تتكلمش في الموضوع ده تاني، ومامته بتتعصب عليه وبتعرفه انها تمشي في اجراءات عمليه التلقيح، وبتسال شي لو كانت موافقه، ويان بيكون رافض ومامته بتسال شي لو موافقه، وبتاكد لها انها تضمن لها ان ثروه فو هتكون ليها ولطفلها، وشي فعلا بتوافق ومامة فو بتفرح، وبتطلب منها ما تفكرش في كلام باقي العيله لانهم بيتمنوا انه يموت دلوقتي علشان يورثوه، وبتطلب من شي تروح المستشفى علشان تبدا التحاليل، ويان بيستناها وهي رايحه وبيتخانق معاها وبيكون رافض انها تخلف من فو، وبيحاول يقنعها تخلف منه هو وتعرف جدته انه طفل فو، وهي بتكون عارفه انه جبان وبتساله لو هيقدر يحمي الطفل فبيقول لها ايوه، بس لما بتساله لو فو فاق بيتوتر وبيفكر شويه، وبيعرفها انه يقدر يتخلص منه وهي بترفض كلامه، وبترجع البيت وبتكون بتحط كريم وبتحكي لفو عنه، وبتقول له انها تخليه يجرب الكريم ده وفعلا بتدهن له جسمه، وفي اللحظه دي هو بيفتح عينيه فبتتخض وبيتنادى على الخادمه، وبيجيب الدكتور وبيكون فاق فعلا، وبيفحصه وبيطمنهم ان حالته كويسه، ومامته بتكون اكتر واحده مبسوطه انه فاق، واخوه الكبير طبعا بيكون متضايق، وهو بيشوف شي وبيسالهم هي مين، ولما بيعرفوه ان مراته بيطلب منهم يمشوها من هنا فهي بتزعل وبتخرج بسرعه، وتاني يوم بيكون بيفطر وبتروح تقعد معاه وبتعرفه اسمها، وبيقول لها انه عرف انها حامل وانها لازم تعمل عمليه اجهاض، والخادمه بتعرفه ان اللي طلبت منها كده هي جدته، وهي بتقول انها مش حامل اصلا، بس بنعرف انها بتكذب عليه علشان مش عايزه تفقد الطفل، وهو بيقول لها انه قرر يطلقها فبتعرفه انها موافقه، ويان بيجي وبيتكلم بتوتر وبيعرفه انه جاي علشان يطمن عليه، وهو بيشاور للمساعد بتاعه بيضرب يان وبيقع قدام فو اللي بيتكلم بهدوء وبيقول له انه عارف انه حس باحباط لانه فاق، ويان مش بيقدر يتكلم، وفو بيطلب منه يمشي من هنا بهدوء وما يخلوش يشوفه تاني لانه لو شافه هيقتله، ويان بيحس برعب ومش بيقدر يمشي وبيخرج من المكان بسرعه، وشي بتروح وبتتاكد من انها حامل وبتكون عايزه تعمل عمليه اجهاض، بس الدكتوره بتطلب منها تفكر تاني وتتكلم مع جوزها، ولحد وقت الكشف الجاي هتكون اخذت قرار مناسب، وهي بتوافق على كلام الدكتوره وبتمشي، وبترجع البيت وبيجي لها اتصال من عميل في شركه والدها، وبيطلب منها تبعت التصميم اللي عملته ويبعت لها ثمنه، والجهاز بتاعها بيبوظ وبتسال الخادمه عن جهاز تاني علشان تبعت منه المستند، فبتقترح عليها تستعمل جهاز فو اكيد مش هيتضايق، وبتروح فعلا وبتستخدم اللاب بتاعه، بس بتلاقي صوره البنت وبتعرف ان هي دي البنت اللي فو بيحبها، وهو بيجي وبيعرف ان في حد فتح الجهاز الخاص بيه وبيتعصب، وشي بتعتذر وبتعرفه ان جهاز عاطل وانها استخدمت بتاعه علشان تبعت حاجات لحد مش اكتر، وانها ما شافتش اي حاجه عليه، وهو بيتعصب اكتر وبيطلب من الخادمه انها تخليها في البيت هنا لحد ما يتطلقوا، وبيكون عايز يحجزها في غرفه بس مامته بتيجي وبتتعصب عليه، وبتعرفه انه مش مسموح يتعامل مع شي بالشكل ده تاني، وهو بيحاول يهدي مامته اللي بترفض حتى انه يطلق شي، والخادمه بتحاول تهدي الموضوع وبتعرفها ان اللي حصل سوء تفاهم مش اكتر، ومامته بتسيبهم وشي بتكون حضرت شنطتها علشان تسيب البيت، وفو بيحاول يهدي الموضوع وبيرفض انها تمشي دلوقتي، وفي النهايه بيقنعها تفضل هنا وبتكون متضايقه وبتاخد شنطتها وبترجع غرفتها، وبيتصلوا بيها وبيعرفوها ان والدها تعبان فبتروح علشان تطمن عليه، بس بتتفاجئ انهم ما نقلوهوش المستشفى، ومامتها بتقول لها انهم بيحاولوا يوفروا فلوس، وشي بتتخانق مع مامتها لانها سابت لها المهر بتاعها وهي كالعاده ضيعت المبلغ، فبتتعصب على شي وبتعرفها ان والدها اصلا مالوش علاج وان الافضل انه يموت، وبنعرف ان دي مرات والدها اصلا، وفي اللحظه دي والدها بيعتذر منها على اللي عمله فيها وبعدها بيموت، وشي
بتصرخ وعمها بيجي وبيكون محضر الحاجات اللي والدها سابها، وبتكتشف ان ما فضلش منها غير الشركه اللي بتعاني من ازمه ماليه، وبنعرف ان سبب مشاكل الشركه هي مرات والدها واخوها، وعم شي بيطلب منها هي تمسك الشركه وتساعده علشان يعدوا من الازمه دي. وبعد الجنازه بترجع بتفوق بتلاقي تانج معاه، وهي وتانج بيعملوا مشكله مع بعض وتانج بتضربها بقلم، فشي بتكسر ازازه وبتهددها بيها وبتعرفها انها تقريبا خسرت كل حاجه وما عندهاش حاجه تخاف عليها، وانها لو قربت منها تاني هتخسر حياتها. وتانج بتخاف وبتقعد مكانها وشي بيسيبهم وبتخرج، وفو بيطلب من المساعد يعرف اخبار شركه عيله شي ويجيب له ملف عنها، وبيعرف ان عليها ديون كتير، وان كمان مرات والد شي واخوها وبنتها هربوا بعد الاعلان عن موت والد شي، وان مشاكل الشركه صعبه تتحل. وبيعرف كمان ان شي وعيلتها تواصلوا مع 8 بنوك والكل رافض يديهم اي قروض، وهو بيستغرب لان رغم كده هي رفضت تطلب منه يساعدها او تعرفوا حاجه عن الموضوع. ولما هي بتيجي بينادي عليها وبتكون رافضه تقعد معاه، فبيشدها علشان تقعد وبيكون فاكر انها قابلت حد لما خرجت، وكلامهم بيتحول لخناقه وهي بتسيبه وتمشي. بس بيعرف من المساعد بتاعه ان الناس اللي كانت معاهم حاولوا يجبروها على الشرب وهي رفضت وسابتهم ومشيت، ومامته بتيجي وهي بتساعدها، ومامته بتسالها لو كان فو بيضايقها فبتقول لها لا، وبتكون عرفت اللي حصل في شركه عيلتها، وبتطلب منها ما تفكرش في الموضوع وتركز في حياتها مع فو، وهي هتشوف محامي وهتشوف يقدروا يعملوا حاجه ولا لا. وهي بتعرفهم ان الشركه مهمه جدا عندها وهتحاول تنقذها لانها عايزه تحافظ على مجهود والدها في الشركه، واخو فو بيكون رافض انهم يساعدوها، بس مامته بتعرفها انها تدعمها وتساعدها طالما هي عايزه كده. وهي بتكون مع فو بتحط ايدها على بطنها، وهو بيعرفها ان حتى لو خلف الطفل هيقتله لانه مش عايز اطفال، وبنعرف انه شاكك ان مش هو والد الطفل. وهي بتتضايق منه وبتبص من الناحيه التانيه وبتسيبه يتكلم ومش بترد، وبتعرف من كلامه انه مش عايز يخلف منها اصلا، فبتقول انها مش بتفكر تخلف منه لانها بتكرهه، وان الموضوع الاهم عندها دلوقتي انهم يتطلقوا. وبعدها بتسكت وبنعرف ان عايزه تتطلق في اسرع وقت قبل ما الحمل يظهر، وهو بيسالها عن السبب اللي مخليها مستعجله في موضوع الطلاق كده، فبتاكد ان مفيش حاجه وان كل الموضوع انها مش عايزه تكون معاه تاني. فبيعرفها ان لو عرف انها على علاقه بحد تاني وهي معاه هيقتلها، وهي بتتضايق من التهم وبتطلب منه يقف علشان تنزل، وبتستلم الشغل في شركه والدها وعمها بيديها قائمه باغنى العائلات اللي ممكن تساعدهم، وبيطلب منها تحاول تتواصل معاهم، وبيكون اول اسم فو، وهي بتحذفه لانها مش هتقبل منه اي مساعده. وتنجي بتتصل بيها وبتطلب منها انهم يتقابلوا، ولما شي بتروح لها تنجي بتعرفها انها بتحب فو، وان عيلته استغلوا انها مسافره وجوزوه من وراها، وشي بتكون فاهمه انه سافرت اصلا بعد الحادثه، ولما عرفت انه خف رجعت تاني، وبتعرفها انها مش بتحبه وانها مجنونه وممكن تعمل اي حاجه علشان تاخد اللي هي عايزاه، وان الافضل ليها تتعالج لانه فو مش بيحبها. وشي بتاكد ان في نساء كتير في حياته، وبنعرف انها شافت صور لبنات كتير وتنجي مش بتصدق كلامها. بعدها شي بتكون في البيت وفو بيسالها ليه كانت بتلمس وشه، فبتتوتر وبتتحجج انها كانت بتدلكه علشان تحافظ على عضلاته، وهو بيفضل يقول لها على كل حاجه كانت بتعملها في الغرفه، وبتتوتر اكتر، وبتتعصب عليه لما بتعرف انه شاف فيديوهات كاميرات المراقبه وشاف كل حاجه، وبتتحجج ان عندها شغل وبتسيبه وبتروح تقعد لوحدها وبتكون متغاظه منه، وهو بيفكر فيها وبيبتسم، وبيبعت لها مشروع بسيط علشان يعملوا معاها، وبنعرف ان الحساب اللي بعت لها المشروع باسمه مستعار، وهو بيكون عايز يساعدها من غير ما تعرف. وهي بتتعب من الشغل وبتتمشى وبتلاقيه واقف على السلم، ولما بيسالها تروح فين بتعرفه انها تقابل صديقتها، فبيحذرها لو كانت بتكذب عليه، وبتتصل بعمها علشان يقابلوا العميل، وعمها بيطلب منها تروح لوحدها، وهي لما بتروح بتلاقيه فوق، وبيسالها عن صديقتها اللي قالت عليها وهي مش بتعرف تقول له ايه، وبتعرفه انها رايحه تدور عليها، بس لما بتيجي تخرج بتلاقي الباب مقفول، وبتساله في ايه بالظبط، وهو بيطلب منها تشرب، وبترفض لانها مش بتشرب كحول، وبتعرفه انها كذبت عليه وانها جت علشان تقابل عميل هيساعدها. ولما بيسالها عن اسمه بتقول له انها ما تعرفوش لانه كلمه من حساب باسمه مستعار، وهو بيتعصب وبيسالها ازاي جايه تقابل عميل ومش عارفه اسمه، فبتقول له ان عمها كان المفروض يكون معاها بس اتاخر بسبب الزحمه، فبيشدها وبيطلب منها تشرب، ولما بترفض بيشربها غصب عنها وبطريقته، وهي بتزقه وبتبعده وبتقول له انها بتكرهه، وبيعرفها ان اللي عمله ده عقاب ليها لانها كذبت عليه. وتاني يوم تانجي بتروح للمكتب وبتكون عايزاه ينفصل عن شي ويرجع لها لكن بيرفض، فبتعرفه ان شي حامل من يان وانهم بيخططوا يسيطروا على كل ممتلكاته، وهو بيتعصب وبيطلب منها تخرج وتسيبه دلوقتي وبيصدق كلامها، وبيرجع البيت وبيتخانق مع شي، وبياخدها المستشفى وبيعرفها انها تنزل الطفل ده باي طريقه، فهي بتترجاه يسيب لها الطفل ده، وبتاكد ان بعد ما يطلقوا تختفوا من حياته هي والطفل. ولما هو بيصمم بتعرفه انها يندم على قراره ده، والدكتوره بتساعد شي لانها لو عملت العمليه هيكون في خطر على حياتها، وبتبلغ مساعد فو انها عملت العمليه، وهو بيتصل بفو بيبلغه، وفو بيجيب يان والمساعد بتاع فو بيضربه، وهو بيعرفه ان عمل اجهاض لطفله هو وشي، ويان بيستغرب لان عمره ما لمس شي اصلا ولا حصلت بينهم اي حاجه. وشي بتخرج من المستشفى وبتتمشى لوحدها، وعمها بيتصل بيها وبيطلب منها تروح تقابل عميل، وهي بتروح المستشفى الاول وبتحاول تعرف مين اللي اخذ معلومات خاصه بيها وعرف انها حامل، وهناك بتعرف انها تانج، ويان بينادي عليها وبيكون متبهدل، وبتعرف منه ان فو اللي عمل فيه كده، وبيتهمها ان هي السبب لانه بيكون فاكر ان هي اللي قالت لعمه ان هو والد الطفل، وهي ما بتكونش قالت حاجه طبعا، وبتعرفه انها عرفت علاقته باختها، وبنعرف انها سابته وهربت مع مامتها، وبرضه هو بيطلب من شي تهرب معاه لان الشركه كده تعتبر ضاعت، وهي بترفض وبتقول له انه شخص جبان، وهو بيقول لها انه هيقتل فو، طبعا بتكون عارفه انه ما يقدرش يعمل كده، وبتقول له ان الافضل ليه انه يحاول يصلح علاقته بعيلته، وهو بيكون خايف يقرب من فو، بيعرفها ان لو شافه هيقتله، فبتقول له ان عنده حق لانه عارف انه عايز يخلص منه علشان ثروته، وهو بياكد لشي انه بيحبها هي بس ومستعد يعمل اي حاجه علشانها، وبتكون ماشيه
بتتمشى فبيمسك ايدها وبيترجاها ما تعرفش فوق حاجه، وهي مش بترد عليه وبتمشي، وبتروح تقابل عمها اللي بيحاول يقنعها تسرق ملف من جهاز فوق، وبنعرف انه ملف مشروع مهم، وهي بتعرف من كلام عمها انه عايز يورطها، وان تقريبا هو اللي فتح خزنه والدها بعد موته وسرق ملف المشروع اللي كان معاه. فبتتعامل مع عمها كأن ما فيش حاجه وبتعمل انها موافقه. بعدها بتروح لتانجا وبتواجهها انها عرفت ان هي اللي اخذت المعلومات من المستشفى، فتانجا بتعرفها انها مش هتسيبها غير لما تنفصل عن فوق، وبتهددها لو صممت تكون معاها تقتلها. وشي بتقول لها انها اصلا مصممه تطلق منه بعد ما قتل طفلها، وبتقول لها على معلومات كانت على جهاز فوق بس المعلومات دي غلط. وتانجا بتغير لبسها وطريقته وبتروح لفوق، بس هو بيتعصب عليها وبيطلب منها تمشي من قدامه، وبيرجع البيت وبيلاقي شي مستنياه ومحضره شنطتها وبتطلب منه يطلقها، وبتحاول تعمل معاه مشكله وبتكون متوتره والخادمه بتحاول تهديها، وفوق بيكون هادي وبياخد منها الشنطه وبيرفض يطلقها. ولما بتساله عن السبب بيقول لها كده، ولو كانت متضايقه فالافضل ليها انها تزعل اكتر، وبرضه هو مش هيطلقها وبيسيبها وبيرجع غرفته. وبنعرف انه واخد الموضوع تحدي وانه رافض الهزيمه في الموضوع ده. وهي تاني يوم بتكون مع عمها في الشركه وبيحاول يقنعها برضه بسرقه الملف، وبيتكلموا عن الخزنه اللي كانت في مكتب والدها وبيعمل نفسه مش عارف الرقم السري بتاعها، وبيقترح عليها انهم يجيبوا خبير او يدمروا الخزنه علشان يخرجوا اللي فيها لانه ممكن يساعدهم. وهي بتكون عارفه انه فتحها بس بتعمل نفسها مقتنعه بكلامه. وهي بتكون في مكتبها وفوق بيجي وبيجيب لها لبس وحذاء علشان تحضر معاها حفله، وبيعرفها انه يخلي المساعد بتاعه يعدي عليها بعد الشغل وبيمشي. وبتروح للحفله وهناك بتسمع ناس بيتكلموا بشكل وحش عن عيلتها، وبيسالوها عن سبب وجودها هنا اصلا، فبتعرفهم انها جت مع شخص تاني، وبيتوقعوا انه مجرد شخص كبير في السن اتعرفت عليه، وهي مش بترضى تعرفهم جت مع مين. ومساعد فوق بيجي وبيعرفها انه مستنيها وهم بيفتكروا انها قوته، وبتروح له وبتكون متضايقه وهو بيحاول يصالحها بعد اللي حصل بينهم، وبتقول له انها تعبانه فبيطلب منها ترجع البيت وهو يخلص شغله ويجي يتعشى معاها. بس لما بيرجع البيت مش بيلاقيها، وبيتصل بيها وتليفونها بيكون مقفول، وبيكون في شخص خطفها وبيقول لها لو نفذت كلامه مش هيأذيها، وبيحطها على جهاز كشف الكذب وبيسألها عن حاجات خاصه بالشغل، وهي بتكون هاديه جدا وبتجاوب. وفي النهايه الشخص ده بيسيبها فعلا، وبتمشي والمساعد بتاع فوق بيكون وراها، وبيطمن فوق انه لقاها وبياخدها علشان يوصلها. وهي تاني يوم بتكون في اجتماع عائلي مع عائلتها، وبتعرفهم انها اتعرضت للخطف وبتكون متاكده ان حد منهم ورا الموضوع، بس هما بيعملوا نفسهم مش عارفين حاجه. فهي بتطرد عمها ومراته من الشركه، وهما بيكونوا عايزين ملف معين علشان مشروعهم يكمل، وبيكونوا متاكدين انه معاه وبيحاولوا يلاقوا طريقه علشان ياخدوه منها. وعمها بيحاول يعرف منين لو كان يعرف اي حاجه عن الموضوع وبيخطفوه، وبيخلوه يتصل بشي علشان تديهم الملف اللي عايزينه، وبيقول لهم انهم بيهددوا لو ما جابتش الملف. هو طبعا ما بيكونش عارف مين اللي خطفه، وهي بترفض وبتطلب منه يديها الاشخاص اللي خطفوه، ولما بيرفضوا يكلموها بتقفل السكه وبتخرج. وفو بيقول لها ان لو قلقانه على عيال ما تقلقش لان الموضوع بسيط. ولما بتقوله انها مش قلقانه بيسالها لو كانت فعلا مش بتحبه، فبتقوله لا وانهم كانوا مرتبطين فعلا بس عرفت انه على علاقه باختها. هو جين صديقتها بتتصل بيها وبتطلب منها تروح معاها لان والدها رتب لها موعد مدبر، وهي بتكون قلقانه وخايفه تروح لوحدها فبتروح معاها. وبنعرف ان دي اصلا حفله للتعارف، وفي شخص بيشوفها لوحدها وبيصورها وبيبعت الصوره لفوق، وبيعرفوا انها موجوده في حفله تعارف. وفو بيتصل بيها وبيتعصب عليها وبيطلب منها تروح له دلوقتي، وبيهددها لو ما جاتش خلال تلت ساعه يكسر رجلها. والمساعد بتاعه بياخدها علشان يوصلها، وهي بتكون شايفه انه فو بيكرهها، بس هو بياكد انه مهتم بيها وانه بيعمل كده علشان مش عايز حد يقرب منها لانه بيغير عليها، ومش بيصدق كلام المساعد اللي بيحكي لها على مواقف بتوضح ان فو بيتصرف بغيره ومهتم بيها فعلا. وهي بتفرح لما بتعرف كده، وبيوصلها البيت وهي بتدخل وبتتعمد ما تكلمش فو، بس هو بيسالها لو كانت حفله التعارف عجبتها، وهي بتاكد انها كانت رايحه علشان تساعد جين وكمان علشان تحاول تلاقي مستثمرين يساعدوها. فبيسالها لو كانت لقيت حد، وهي بتقوله لا لانه اتصل بيها اول ما وصلت واضطرت تيجي. وبتساله لو كان معجب بيها، فبيسالها هي عن مشاعرها ناحيته، فبتعرفوا انها ما عندهاش الجرأه اللي تخليها تعجب بيه. وهو بيعرفها انه شخص مختلف عن اللي هي شايفاه لانه عارف انها بتشوفه شخص قاسي، وبيتكلموا عن الشغل والظروف اللي مرت بيها. ولما بيسالها عن سبب حبها ليان بتاكد انها ما بقتش بتحبه، فبيفتكر انها نسيته علشان ما بقاش عنده فلوس. فهي بتتعصب عليه وبتعرفه ان المال مهم عندها بس مش هو اللي هيحدد مشاعرها، وان هو فاكر ان المال اهم حاجه علشان هو الوحيد اللي يملكه وما عندوش اي مميزات تانية. فبيتضايق من كلامها وبيطلب منها ترجع غرفتها، وهي كمان بتعرفه انها مش عايزه تقعد معاه وبتمشي وهي متعصبه. وبيفضل ساكت وبيفتكر انها قالت انها بتحب المعارض وحفلات الموسيقى، وبيتصل علشان يشوف لو معارض او حفلات مهمه الاسبوع ده. وهي تاني يوم بتكون مع جين، وبنعرف ان جين ما تعرفش انها اتجوزت، وهي بتعرفها انها اتجوزت الفتره الاخيره بس مش بتعرفها مين هو الشخص اللي اتجوزته، وبتعرفها كمان انهم هينفصلوا. وهو بيبعت لها رساله فبيسيب جين وبتروح له، وبيحضروا معرض مع بعض، وهناك بتشوف جين فبتستخبى فوق. وجين بتكون عارفه فوق لانه قدم محاضرات كتير في الجامعه اللي كانت فيها، وبتروح تسلم عليه وبتشوف ظهر شي، وبتقول له ان مراته شبه صديقه ليها وبتمشي. وهو بيتضايق وبيسال شي لو كان شايفها ان وجودها معاه محرج بالشكل ده، وبيسيبها ويمشي قبل حتى ما ترد. وهي بتراجع الاحداث وبتحس انه بيحبها فعلا بس بتشوف انه لازم تتطلق قبل ما يكشف حملها، وبتفكر نفسها باللي عملوا فيها وانه اجبرها علشان تنزل الطفل وكلامه ليها. وبترجع البيت وبتقدم له هديه وبيكون كتاب اسمه فن عدم الغضب، فبيتعصب عليها وبيسالها لو كانت غبيه ولا ذوقها كده لان الهديه مش بتعجبه. فبتعرفه انه اختارت الكتاب لانه اكيد هيستفاد منه هيوسع عقله اكتر، وبتحاول تقنعه برايها وهو بيفضل ساكت. وفي النهايه بتقدم له تفاحه وبتكون هتمشي بس هو بيشدها وبيطلب منها تفسر اللي حصل النهارده. فبتعرفه انه كل الموضوع انها مش عايزه صديقتها تعرف علاقتهم لانها مش عايزه
وبتشرح لها التفاصيل اللي مخلياهم مع بعض وسبب جوازهم، ولما بيسألها ليه بتقوله لأن جوازهم مش طبيعي ويعتبر مفيش أي مساحة في علاقتهم، وهو بيقتنع بكلامها وبيسامحها. بعدها الخادمة بتيجي وبتعرفه إن شي نامت وهي بتشتغل، فبيروح علشان يشوفها وهي بتكون عاملة اتفاقية الطلاق على الجهاز، وهو بيتضايق منها وبيشيلها وبيحطها على السرير وبيقرا الحاجات اللي هي كاتباها وبيعرف إنها عايزة تطلق خلال شهرين، فبيحس إنها بتكذب عليه وما تستحقش اللي بيحاول يعمله علشانها، وبيروح يشرب مع أصحابه وبيشرب كتير، وأصحابه بيتكلموا معاه وبيحاولوا يمنعوه وهو بيعرفهم إن شي عايزة تطلقه، هو بيعترف إنه بيحبها وبعدها بينام، فبيتصلوا بشي علشان تيجي تاخده وبيقصدوا يعملوا كده، وهي بتكون رافضة وبتطلب منهم يتصلوا بالمساعد بتاعه، ولما بيقولوا لها إن تليفونه مقفول بتضطر تروح، وهناك صديقه بيقول لها لو مش بتحبه يبقى ما تأذوهوش، فبتقول له إنها مش عارفة تأذيه وبتدور على طريقة، وهو بيزقها وبيبعده وبيعرفها إنها مش عارفة أي حاجة لحد دلوقتي، والمساعد بتاعه بيسنده ويخرجه وهي بتروح وتركب جنبه، وبيديها ازازة المية علشان تساعده يشرب وهي بترفض، ففو بياخد منها الازازة وهي بتبص من الناحية التانية، وبيتكلم عن طلاقهم وهي بتعرفه ان نفسها تكون وان وجودها معاه بيمنعها انها تحقق حلمها ده، وهو ما بيكونش عايز اطفال خالص، مش بس الطفل اللي كان فاكر انه ابنيان، وبيوصل البيت وبتكون عايزة تسيبه بغرفته بس الخادمة بتديها فوطة علشان تمسح وشه وتفضل جنبه، وهو بيمسك ايدها فبتغطيه وبتكون هتمشي، وفي النهاية بتفضل جنبه وبتنام، ولما هو بيصحى بيلاقيها نايمة جنبه، وبتكون ماشية فبيحضنها وبيقبلها على دماغها، وهي بتخاف وبتقوم بسرعة وبتسيب الغرفة، وبيجي لها اتصال وبتضطر تروح تقابل شخص دلوقتي، وتو بيتكلم معاها في الشغل وبيديها الملف علشان تراجعه، وبنعرف ان تو اخو تانجو انه عايز ينتقم من فو بعد رفضه لاخته، وتاني يوم فو بيكون مع اصحابه بيعرفوا انه عايز يخلف طفل، وهم بيستغربوا لانهم عارفين انه رافض الموضوع ده، بس بيعرفوا انه وافق علشان بيحب شي، وهو بينكر انه بيحبها ومش بيقتنعوا بكلامه، وصديقه بيعزمه هو وشي على الغدا علشان يعرفهم على خطيبته اللي بتطلع جين، وفي النهايه بتحصل مشكله بينها وبين فو بتسيبهم وبتمشي، وجين بتروح وراه وهي بتكون حاسه ان فو بيتعمد يلعب بيها، وجين بتتكلم معاه وبتسالها لو كانت بتحبه فبتقول لها لا، وجين بتحاول تقنعها تصالحه بس هي بترفض وبتمشي لان بيكون عندها موعد مع تاو، وبيكونوا حاضرين مزاد وفي سحب وهي بتكسب، وبتروح علشان تستلم الجايزه وفو بيطلب منها يتكلم معاها، وبيكون جاي علشان يصالحها وبيطلب منها تبعد عن تاو، ولما بتقول ان بينهم شغل بيعرفها انه مستعد يديها اللي هي عايزاه، فبتطلب مبلغ كبير علشان تستثمره في الشركه، ولما بيوافق بسهوله بتقول انه اكيد تعبان ومش هينفع ياخد قرار وبتسيبه وترجع لتاو اللي بيسالها لو كانت وافقت على مشروعهم، فبتقول انها لسه ما خدتش قرار، وبيعزمها على حفله عيد ميلاد والده، وهي بتروح بالجين وفو بيروح لها هناك وبيطلب منها يتكلموا، وبتقعد معاه وبيحاول يقنعها ترجع معاه البيت، وبيقول لها انه جعان وعايز يتعشى معاها، فبترفض وبتقوم من جنبه وهو بيقرب منها، فبتتعصب عليه وهو بيخلع البدله وبيكون هيلبسها لها لان الجو بارد، ولما بتطلب منه يمشي بيزقها وبيقرب منها وبيطلب منها ما تنساش انها مراته، وبيحذرها من استفزازه وبيسالها عن سبب صدها ليه بالشكل ده، وبيبعد فبتساله هي كمان لو قالت ان الطفل اللي خلاها تنزله هو ابنه رد فعله هيكون ايه، وبتحاول تشوف هيندم ولا لا، فبيقول لها انه مش ندمان وان الطفل ده ما كانش لازم يتولد، وبيحضنها ومش بتقدر تبعده، والمره دي بيعمل نفسه تعبان علشان يبات معاها، وبتكون هتسيب له الغرفه بس هو بيشدها وبيحضنها، وبيعرفها انه هيديها المبلغ اللي محتاجاه فعلا، بس هي بترفض وبتقول انها مش محتاجه فلوسه، ولما بيسالها عن السبب بتقوله لانها مش عايزه تشوفه كل يوم، وبتبعد عنه فبيحضنها برضه، وتاني يوم تنجي بتتصل بيه علشان تعزمه على حفله عيد ميلاد والدها، وبتحاول تتكلم عن حياته فبيقول لها نتجوز دلوقتي، وبيجي موعد الحفله وهو بيكون مع تنجو وبيتصل بشي وتليفونها بيكون مقفول، وهي بتكون مع تاو اللي بيتحجج انه عايز يتكلم معاها في الشغل، وبيتعمد ان ياخدها في الجانب اللي ما فيهوش شبكه من القصر، وفو بيطلب من وانجي ياخد باله كويس ولو شاف شي يتصل بيه، وبيروح علشان يدور عليها وبيكون عارف اساليب تاو اصلا، وبيروح المكان اللي هم فيه والحارس بيمنعه من الدخول، وشي بتبلغ تاو انها بترفض المشروع بتاعه، وهو بيتضايق بس بيصمم ياخدها يوصلها، وتنجي بتيجي وبتساله عن فوفا بيقول لها انه ما شافوش، وبتتكلم عن ان تليفونه ما فيهوش اشاره، وبنعرف ان تاو بيستخدم اجهزه لحجب الشبكه، وبيعرف تنجو وبيبعدها علشان شي ما تسمعش حاجه وتكشف خطته، وبنعرف ان تاو بيخطط يقتله بسبب صراع في الشغل، وتنجي بتكون رافضه، وشي بتروح وبتقابل وانجي وبتاخده وبيدوروا على فو لانها بتعرف ان تاو هو اللي حجب الشبكه عنه، وانجي بيضرب الحارس وبيخرجوا لحد الغابه اللي جنب القصر، وبيلاقوا فو مشتبك مع شخص هناك، وبيكون مصاب، والشخص اللي ضربه اول ما بيشوفهم بيهرب ويختفي في الغابه، وشي وانجي بينقلوه المستشفى، وهي بتفضل جنبه، لما بيفوق بتعرفوا انها مش هتشتغل مع تاو، وتنجي بتيجي وبتترجاه يسامح اخوها وما يحتكش بيه لانها بتكون عارفه انه هينتقم منه، وبنعرف ان العداوه اللي بينهم انه هم اطفال، وتنجي بتاكد له انها بتحبه فبيعرفها انه متجوز وبيحب مراته، وانه كمان مش هيسيب تاو، وبيطلب منها تمشي فبتمشي وهي بتعيط، وهو علاقته مع شي بتتصالح وبتقدم له هديه بعد ما بيخاف، وبيعرف انها عجبتها من فتره وخافت ما تعجبوش، وهو بيكون مبسوط وبيروح يشتروا كعكه علشان يحتفلوا مع بعض، وبيلاقي اصحابه موجودين، وفي واحد بيلاقي الولاعه اللي قدمتها له شي هديه وبيكون عايز يمسكها لكن بيرفض يديها له، وبيطلب منهم يمشوا علشان يحتفل مع مراته، وبيحتفلوا مع بعض وهي بتكون سعيده، وتاني يوم بتستناه وبيكون جايب لها الحلوه المفضله عندها، بس في عربيه بتخبطه وهو رايح لها، وهي بتجري عليه وبتحضنه، وانجي بيمسك اللي خبطه وبيكون تاو، وبيعرفوا انه برضه هيقتله ومش هيسيبه، وانجي بياخده علشان يسلمه للشرطه، وفو بيطمن شي انه بخير وبيمشي معاها، وتاني يوم بتتكلم معاه وبتعرفوا انها عايزه تخلف، ولما بيفضل ساكت بتطلب منه رد دلوقتي، فبيقول لها انه مستعد يديها اللي هي عايزاه بس ما تخلفش، فبتطلب منه يطلقه لانها لو فضلت معاه تاني هيكتشف حملها وبتسيبه وتمشي، وبعد فتره هو بيروح لها وبيقدم لها خاتم،
وبيعرفها انه موافق لانه اكتشف انه ما يقدرش يستغنى عنها، وانه كمان عايز اكتر من طفل، وهي بتوافق ترجع له وبيحضنها. وهنا بيكون خلص المسلسل. سلام.